مساء الخير وحلقة جديدة في الكرة مع عاكف. النهاردة عاملين لكم كده حلقة سريعة علشان نتكلم على آخر الأحداث بعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، وآخر الأخبار من جوه النادي الأهلي، وبرضه علشان نرد على بعض المغرضين اللي موجودين في الإعلام الرياضي المصري، اللي كل همهم ان هم يدمروا ويأثروا على معنويات النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، ومش فارق معاهم ان ده فريق مصري وان النادي الاهلي بيشرف مصر والعرب وافريقيا في كاس العالم للانديه. ولكن هم للاسف لما انت بتكون فاشل ب... يعني تبقى عايز كل الناس فاشله زيك، مش عايز انت تنجح، مش عايز انت تدعم فريقك، مش عايز تعمل اي حاجه، لا انت عايز الناس كلها فاشله. فعلشان كده هم بيحاولوا يدمروا النادي الاهلي او بيحاولوا ياثروا على النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، خصوصا ان النادي الاهلي لسه في مباراه ثالثه وممكن لو كسبها يتاهل لكاس العالم. هل الفرصه صعبه؟ ايوه الفرصه صعبه. النادي الاهلي اقول مثلا نسبه 25% ان هو يتاهل الدور الثاني، ولكن النادي الاهلي عليه ان هو يفوز في المباراه الاخيره امام بورتو، والمهم ان هو يكسب، وبعدين بقى اللي يحصل يحصل في مباراه انتر ميامي بالميراس، اللي المفروض بنسبه كبيره ان بالميراس على المستوى والاداء اللي شفناه ان هو يفوز على طبعا انتر ميامي، والنادي الاهلي قادر ان هو يكسب بورتو. انا شايف الناس من امبارح في برامج مصريه عماله تقطع في اللعيبه تقطيع، وعماله تقطع في المدرب تقطيع، والمدير الفني كان المدير الفني بقاله مثلا 10 سنين بيدرب الاهلي. ده المدير الفني ما عملش اصلا فتره اعداد. عليه ملاحظات، قلنا ملاحظاتنا، قلنا السلبيات اللي موجوده في الماتش، قلنا سلبيات موجوده في اللعيبه. لكن هل معقول ان في محللين يطلعوا يقولوا ده اللعيبه دي المفروض ما تلعبش في الاهلي، المفروض اصلا ما كانتش تروح مع الاهلي، اللعيبه دي اصلا بتلعب ازاي كوره؟ وفي محلل وفي اصلا مذيعين كمان بيتكلموا كانهم محللين، يعني طالعين بيتكلموا كانهم محللين في التلفزيون المصري، في قناه المفروض او في قنوات المفروض ان هي محايده، والمفروض ان هي تتكلم بحياديه، والمفروض ان هي تدعم النادي الاهلي، تقول خلاص نقفل صفحه بالميراس ونركز في مباراه بورتو الاخيره. لكن للاسف زي ما بقول لكم النادي الاهلي بيتحارب حتى في الاعلام المصري. وماليش دعوه بقى بالناس اللي بتخش تقعد، طبعا في زملكاويه محترمين وكل حاجه وعلى راسي، لكن في زملكاويه تانية بيخشوا بقى طبعا يعني بيقلوا ادبهم ويبعتوا حاجات ويبعتوا تعليقات سخيفه. الكلام ده ما بيفرقش معايا، احنا هنفضل ندعم النادي الاهلي وهنفضل نقول الحق مهما كان، واحنا ولا بنتكلم على الزمالك ولا بنغلط في الزمالك، احنا بندافع عن النادي الاهلي وعلى الناس اللي بتتكلم وبتهاجم النادي الاهلي دايما عمال على بطال. انت بقى من وجهة نظرك فاكر ان الموضوع ده يعني صعب ولا حاجة؟ ما اي حد ممكن يبقى لسانه طويل، اي حد ممكن يقول كلام، لكن احنا ما بتفرقش معانا الكلام ده، احنا في ظهر النادي الاهلي واحنا بندعم النادي الاهلي، وان شاء الله النادي الاهلي يقدر يفوز في المباراه الاخيره. بعد بقى كاس العالم للانديه يخلص نبتدي بقى الحساب، نبتدي نتكلم، نبتدي ننتقد، نشوف مين اللعيبه اللي ممكن تمشي، مين اللعيبه اللي ممكن تقعد. وانا طبعا هقول لكم اخبار كده سريعه في النادي الاهلي هيحصل، يعني زي ما بيقولوا كده تنقيه او غربله لما يرجع النادي الاهلي بعد كاس العالم. كنت اتمنى ان الموضوع ده يخلص من يناير السنه اللي فاتت، من الموسم اللي فات كان لازم النادي الاهلي يحضر لكاس العالم من يناير، ويحضر كويس جدا اللعيبه اللي كانت هتلعب مع النادي الاهلي في كاس العالم لازم كانت تكون موجوده. تريزيجيه لسه ما اندمجش هو وزيزو ومحمد علي بن رمضان، يعني انت كانك بتلعب يعني فتره اعداد قبل هي كاس العالم، هي فتره الاعداد بتاعتك، وده ما كانش ينفع. كان لازم النادي الاهلي يعمل التعاقدات دي من يناير اللي فات علشان اللعيبه دي تنسجم، يا اما بقى كنت تلعب بالتشكيل الاساسي اللي كان بيلعب الفتره اللي فاتت وتنزل اللعيبه زي زيزو وتريزيجيه والناس دي تنزل في الاشواط الثانيه علشان خاطر تقدر تدعم الاهلي وتقدر تنسجم مع الفريق. ولكن حصل تغييرات كتيره. انا برضو شايف ان في لعيبه
لا تصلح ان هي تكون محترفه. لو لعيب مصري اوكي، لكن انت جايب لعيب محترف. انا شايف ان اشرف داري ويحيى عطيه الله ممكن تجيب محترفين بعد كاس العالم يقدروا يفيدوا النادي الاهلي بشكل عام. وعلى فكره هو ده التخطيط اللي جوه النادي الاهلي. مش هنتكلم عن الموضوع بشكل عام، ولكن النادي الاهلي بيفكر ان هو يستغنى او يبيع 4 لعيبه في خط الدفاع. 4 لعيبه مره واحده. النادي الاهلي عايز يعني يفور خط الدفاع باستثناء ياسر ابراهيم ومحمد هاني. بقيه الدفاع تقريبا كله ممكن يمشي، وبرده كريم الدبيس هيفضل موجود. ولكن خط الدفاع اغلبيته هيمشوا بعد كاس العالم للانديه، وهيحصل تعاقدات جامده في خط الدفاع. كنت اتمنى ان هي تحصل من يناير اللي فات علشان النادي الاهلي يقدر ان هو يظهر بشكل جامد وقوي في كاس العالم للانديه. لكن الحمد لله اللي حصل بقى، واحنا قلنا قبل كده برضو ان الاداره خدت ريسك على المدرب، خصوصا انه ما عندوش فتره يقدر يعد فيها الفريق. فهو واضح ان هو مش قادر يمتلك زمام الامور. ولكن زي ما بقول لكم احنا لازم ندعم ولازم نساند لاخر مباراه في كاس العالم للانديه. وبعد كاس العالم للانديه نشوف النتيجه، ما ممكن يتاهل. لو اتاهل هل الناس هتفضل تهاجم بالشكل ده؟ ما اعتقدش. ولكن زي ما بقول لكم الحساب يبقى بعد كاس العالم للانديه. نبتدي بقى نتكلم عن الاداره، نبتدي نتكلم عن التعاقدات، نبتدي الاستعدادات بتاع كاس العالم، نبتدي برضو نتكلم عن المدير الفني هل يصلح يكمل الموسم اللي جاي ولا لا. لان دي نقطه انا قلتها من اول ما الاهلي تعاقد مع المدير الفني. قلت هل الاهلي بص كويس على السي في بتاعه وشاف ان المدير الفني ده ما خدش بطوله الدوري قبل كده؟ ودي مشكله. يعني ممكن يكون مدرب كويس في مباريات الكاس، لان هو خد 3 كاس تقريبا مع اورلاندو، ولكن هو ما خدش بطوله دوري قبل كده. فدي مخاطره كبيره جدا جدا. وهل حصل دراسه لطريقته وشخصيته الهاديه جدا جدا جدا؟ لان الكلام ده ممكن ينفع مع محترفين بره، لكن اللعيب المصري مختلف تماما. الشخصيه المصريه مختلفه تماما. لازم يكون في مدرب عنده شويه حماس، شويه روح، علشان ينقل الروح دي للعيبه. اللعيب المصري لما بيبص ويلاقي المدرب هادي جدا جدا، بتلاقي هو نفسه كمان بقى هادي وما عندوش الحميه الجامده علشان يقدر يأدي في الماتش. فلازم يعني انا بشوف ان من المدربين اللي كانوا يصلحوا للنادي الاهلي زي مثلا هيرفي رينارد، اللي هو عنده موضوع الحماس ده قوي جدا، بيقدر يحمس اللعيبه بشكل كبير. يعني لما شفنا ان هم وقفوا الماتش ساعه الاجواء طبعا اللي كانت صعبه، لقينا اللعيبه نازله هاديه جدا ولا كأن كان في حاجه. فالموضوع ده بيأثر مع اللاعب المصري. حاجه بقى اخيره عايز اتكلم عليها. طبعا المذيع الاهبل اللي اسمه اسلام صادق ده ما عندوش اي فكره على الاعلام، وعشان بس الزملكاويه بس اللي بيقعدوا يتكلموا كتير ويقول لك انت مين وانت مش عارف ايه. بص يا حبيبي، الحمد لله انا معايا ماجستير في الاعلام، الحمد لله اشتغلت في الاعلام، اشتغلت مذيع قبل ما اللي انت بتتكلم وبتدافع عنهم دول يشتغلوا مذيعين. والحمد لله الواحد عنده خبره في الكوره، وعندي شهادات من الفيفا تدريب، ودربت ناشئين في امريكا. فبطل بس هبل وما تعرفش انت مش عارف انت بتتكلم على ايه. هنيجي بقى للحاجه الاخيره. زي ما بقول لك المذيع العبيط اللي اسمه اسلام صادق ده اللي طالع، هو مش مذيع، هو مشجع. واحد طالع مشجع يتكلم وخلاص، ويحاول يستفز الضيوف اللي معاه علشان يهاجموا النادي الاهلي علشان مصلحته وعشان الاجنده بتاعته. تخيل ان طالع بيقارن صفقات النادي الاهلي بنادي الهلال السعودي. ولما مجدي طلبه رد عليه وقال له ان الهلال السعودي اللي بيصرف عليه الدوله السعوديه، قال له لا لا لا، مش الانديه، مش الدوله هي اللي بتصرف عليها. يا سلام، اما صندوق الاستثمار ده ايه يا حبيبي؟ اما اشمعنى الهلال والاتحاد يعني الانديه الاربعه الكبار جابوا لعيبه بالمليارات؟ يعني فهمنا. طيب واشمعنى من سنتين ما كانش صفقاتهم كده؟ ولا انت بتغني وبترد على نفسك؟ وهل ينفع ان انت تقارن ان واحد بيروح يجيب صفقات من مانشستر سيتي ومن انديه اوروبيه قويه جدا جدا وبينافس الانديه الاوروبيه في الصفقات، تروح تقارنه لي بصفقات النادي الاهلي؟ يعني انت جاي من عالم تاني ولا ايه؟ انت يا ابني في حاجه في دماغك؟ ما تفكر قبل ما تتكلم.
لكن هو طبعا ولا فارقه معاه، هو الموضوع بالنسبه له اجنده بيحاول ان هو يطبقها، كل ده عشان اتطردت من قناه النادي الاهلي. وانا اصلا طبعا من ايام محمود طاهر ده كنت بحذر من الموضوع ده، وان الزملكاويه اللي كانوا بيشتغلوا في قناه النادي الاهلي ده واحد منهم يعتبر جاسوس كده كان على النادي الاهلي، وهو الوقت بيحاول ينتقم علشان اتطرد من النادي الاهلي. يا حبيبي لما تعمل مقارنه خليك موضوعي، واعرف انت بتقارن ميزانيه عامله ازاي بميزانيه عامله ازاي. ما ينفعش تقارن الهلال السعودي اللي ميزانيته مفتوحه مع الاهلي اللي كل الرعايه بتاعته ما كملتش 2 مليار جنيه، يعني تقريبا بتتكلم في حدود كام؟ يعني ما كملتش حتى 200 مليون دولار، فاللي هو ممكن يكون لعيب واحد جايبه الهلال السعودي. مقارنتك عبيطه زيك، فبطل الهبل اللي انت بتطلع تقوله كل يوم في البرامج بتاعتك دي، علشان الناس بتضحك عليك لما بتسمع الكلام ده. وان شاء الله هنجيب لكم اخر الاخبار كمان، لان المدرب بدا يقتنع باشرف بن شرقي بعد ال10 دقايق اللي لعبهم المباراه اللي فاتت. شفنا اشرف بن شرقي ازاي قدر ان هو يحول المنظومه الهجوميه في النادي الاهلي، وبقى الموضوع طبعا احسن بكتير جدا جدا جدا. وان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله لسه عندنا امل ان احنا نتاهل للدور الثاني. واستنونا في حلقه جديده، وتابعونا على قناه عمرو عاكف على اليوتيوب علشان توصل لكم الحلقات كامله، واستنونا في حلقه جديده في الكره مع عاكف.